ما هو انا مش هتخانق لوحدي. انا النهارده كنت عايز اعمل لكم فيديو عن مباراه الكاس ونهائي الكاس بين الاهلي والزمالك، واتكلم عن الحكم والبادي بيلدينج، بس شفت حاجات النهارده غريبه من كباتن قديمه لعبت في نادي الزمالك. الناس دي لعبت في نادي الزمالك ازاي؟ الناس دي قهرتني. مش مصدقني؟ يلا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس. والنهارده هنتكلم عن كباتن نادي الزمالك القديمه اللي احنا بنقول عليهم اساطير، وعمالين نقول احنا كزملكاويه وفي شماعات بتتعلق ان عندنا مؤامرات، واحنا بنتعرض لمؤامرات كزملكاويه، والدنيا معانا بايظه ومخنوقين وعايزين نسيب كوكب الارض ونروح المريخ عشان خاطر ناخد حقوقنا، لان احنا بنتعرض لظلم. والله احنا بنتعرض لظلم ولا حاجه، الظلم ده جاي من عندنا احنا كزملكاويه. اسمعني، مباراة الأهلي والزمالك مباراة كبيرة جدا وبفريقين كبار، بس احنا كباتنا اللي لحم كتافهم من خلال نادي الزمالك اللي احنا بنقول عنهم اساطير لازم يعكوا لنا الدنيا. انا بقالي يومين ثلاثة كده بتابع اون تايم سبورت، على صدى البلد، على قناة الزمالك، فاتفاجئ بالكابتن مدحت عبد الهادي، الكابتن الكبير، الكابتن الجميل، قلب الاسد، بيقول لك لازم واحنا بنلعب قدام الاهلي يبقى فيه توازن دفاعي وهجومي، ولازم يبقى فيه تأمين. طب هنلعب بمين يا كابتن في النص؟ فيقوم قايل لك رؤى ودونجا. فانا قلت يا عم مدحت انت بتهجص بقى، نشوف غيرك. فسبحان الله سبحان الله، قاعد بتفرج على كابتن حماده عبد اللطيف الحاوي، لقيته بيقول لا الزمالك يعني ان شاء الله الماتش بتاعنا هنكسب، بس هو لازم جوزيه جوميز يعني يخلي باله من منطقه نص الملعب، لان منطقه نص الملعب دي اللي هي لازم يبقى فيها التكتيك واليازميك والهيك والفشختيك واي حاجه كده ايك، لازم يقولها عشان يبين لنا ان هو جامد. بس لازم يلعب مثلا بايه، بثلاثه في النص، دونجا ورؤى وعبد الله السعيد. ده مين اللي بيقول كده؟ كابتن حماده لطيف، حماده عبد اللطيف اللي هو الحاوي، احرف لعيب في نادي الزمالك، ده اللي بيقول كده. امال وائل الاباني يقول ايه لما احرف لعيب في تاريخ نادي الزمالك على كلامكم؟ يعني انا شفته كان بيلعب كويس وكل حاجه، بس كلامه مش كلام واحد كان بيلعب كويس، مش كلام حماده عبد اللطيف اللعيب ده كلام حماده عبد اللطيف المدافع، حماده عبد اللطيف الجبان، حماده عبد اللطيف الخواف. لكن دونجا ورؤى برضه. طيب تمام التمام، تفوت يعني فتره كده ودخلت اتفرجت على اعتقد صدى حاجه كده، فلقيت كابتن من كباتن نادي الزمالك بيقول يا جماعه يا جماعه يعني ما تخافوش ان شاء الله الماتش سهل، بس هو برضه جوميز لازم يلعب برؤى ودونجا. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سكريبت متوزع؟ يعني سكريبت متوزع عليكم ولا ايه؟ يعني ايه رؤى ودونجا ليه؟ طيب ماشي يا عم. النهارده بقى يا معلم انا قاعد بتفرج على كابتن شوبير، لقيت كابتن سامي الشيشي، قلت يا رب بقى انصرنا بقى، واحد من اللي بيفهموا بقى يتكلم. فلقيت لك كابتن سامي الشيشيني بالصلاه على النبي بشعره اللي جايبه على جنب ده مايل، بصوا يا جماعه من الاخر كده عشان الزمالك يامن الماتش ده. انا مش فاهم ايه موضوع كلمه يامن دي. الزمالك يامن دي بقى ايه يعني؟ بدل نادي الزمالك للالعاب الرياضيه بقى اسمه نادي الزمالك يامن. الزمالك لازم يامن الماتش ده ويلعب بدونجا ورؤى. يا اخي رؤى يا عم حرام عليك، بناء على ايه دونجا ورؤى؟ طبعا هيطلع لي واحد فلوطه يقول لي ما رؤى في ماتش ابو سليم كان احسن لعيب في الماتش وكل الاحصائيات بتاعته 10 على 10 وتمريراته كلها صحيحه. ده مركز شباب ابو سليم مع احترامي ليه، مركز شباب ابو سليم. طب قول لي احصائيات رؤى في الدوري كده مع الاهلي ايه؟ ولا الهوا. طب قول لي احصائيات رؤى مع الاسماعيلي مثلا، لان الاسماعيلي ايه اللي حصل؟ جاب جون بس فينا. قول لي احصائيات رؤى مع الفرق اللي واقفه على رجليها ايه؟ هريان مدريان، صح؟ ده رؤى. كباتن نادي الزمالك اللي لحم كتافهم من خير نادي الزمالك بيطلعوا يقولوا احنا لازم نلعب الاهلي بدونجا ورؤى. انتوا على فكره انتوا بوظتوا النادي، مفيش مؤامرات، انتوا اللي بتعملوا كده في نادي الزمالك، انتوا اصلا اللي كنتوا قاعدين في الاجهزه الفنيه وتقوموا قايلين لي اي مدرب اجنبي امن احنا جبنا جون وامن. انتوا اللي غرقتوا جوس، انتوا اللي غرقتوا كارترون، انتوا اللي غرقتوا باتشيكو، انتوا اللي بتغرقوا اي مدرب منور. والله العظيم بجبنكم وخوفكم ده انتوا اللي بتغرقوا المدربين دول. انا خلاص عرفت الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه فيكم انتوا يا مجلس اداره نادي الزمالك. بعد اذنكم العقليه دي والفكر ده ما يخشش نادي الزمالك، والله العظيم ما يخش نادي الزمالك. نادي الزمالك ده قلب يكسب. انا جايب الصفقات دي كلها ب 70 80 مليون عشان في الاخر العب بدونجا ورؤى. ايه في ايه؟ امال محمد شحاته اللي انت جايبه ده لايه؟ امال ناصر ماهر ده جايبه لايه؟ احمد حمدي جايبه لايه؟ عشان خاطر في الاخر تلاقي دونجا ورؤى. والله العظيم انتوا ما تفقهوا شيء عن الكوره، اقسم بالله، او انتوا اتباع حد
قايل لكم لازم تعملوا كده، لازم تبوظوا الدنيا مع نادي الزمالك. اصل ده مش طبيعي، اصل ده مش طبيعي. يا عم العب صح واتغلب. يعني انا اوسيريو اتغلبت الماتش اللي فات 4 من الاهلي، بس لعب صح. واوسيريو ده احنا افتقدناه، اقسم بالله افتقدناه. اللعيبه دي مع اوسيريو اتفرجوا، الراجل كان بيلعب من غير خط نص ولا مدافعين، وكنا بنكسب ماتشات ستات وخمسات وكل حاجه. الراجل ده كان متظبط معاه الفرقه دي، النص الجامد ده والدفاع الجامد، وكنت هحط في بطني بطيخه صيفي. لكن اللي بيحصل مع في نادي الزمالك ده والله العظيم ما وراه غير الناس اللي قاعدين على الدكه. انا خايف ان هم بقى طبعا اصحاب احمد مجدي بقى، وكمان بقول لك يا مجدي لو لا قدر الله يعني جبنا جون في الاهلي، رؤى ودونجا ينزلوا والسيسي. احنا بعنا السيسي خلاص، بعناه لفيوتشر، هاتوا ونزلوا. اصل مش طبيعي يا جدعان. فيريرا اللي بيلعب بروفيسير اللي بنلعب شباب بلوزات في القاهره مغلوبين 1-0، ينزل رؤى ودونجا والسيسي بتامن في القاهره وانت مغلوب 1-0. ففي حاجات بتحصل مش طبيعيه، حاجات بره التوقعات، ما فيش عقل بشري يتوقعها. فده بيرجع لايه؟ للي قاعدين جنب المدير الفني الاجنبي. محمد علاء رئيس السكاوتنج في نادي الزمالك ده صاحبي جدا، والله العظيم لا اقول له، والله لا اقول له الكلام ده. هقول له يا عم محمد اللي بيبوظ الدنيا دي كلها الناس دي، ولو انت دماغك زيهم انا هعمل عليك حمله. مع ان محمد ده صاحبي جدا جدا جدا، محمد علاء صاحبي جدا، بس انا الزمالك ده عندي اهم حاجه، والله العظيم نادي الزمالك ده عندي اهم حاجه. لو هم اللي جوه نادي الزمالك بنفس العقليه دي يبقوا يغوروا في 60 داهيه. انا فعلا مستفز جدا، متنرفز جدا. انا الاول مره بقول لو الزمالك حتى اتغلب بس لعب صح بالصفقات دي وبمجلس الاداره ده، لان مجلس الاداره ده عامل حاجات يا جدعان والله العظيم انا الفتره الجايه هقول لكم عليها. وهقول لكم على حاجه، انا كيوتيوبر هعمل حاجه جديده ما حدش في مصر عملها، اللي هو ايه؟ هحط الراعي اونيرو اللي عمل اعلان الزمالك هيبقى معايا على طول في كل الفيديوهات، وهحط روجينا، وهحط اي راعي نادي الزمالك هحطها. وانا طبعا لا باخد من الراعي ده فلوس ولا اصلا بيطلع لي من القناه فلوس، بس اي حاجه في مصلحه نادي الزمالك هعملها. ويا ريت كل الناس اللي مفعله قنواتها وشغالين جداد يعملوا نفس الحوار ده. لازم نشجع الرعاه ان هم يراعوا نادي الزمالك. ما هو انا لما اشوف الاقي واحد زي حالاتي حاطط له السلوجان بتاعه على القناه وانا شغال، ويا عم بيشوفني 1000 واحد حلو، وواحد تاني بيشوفه 5000 حلو، واحد تاني بيشوفه مليون حلو، فهتلاقي ان الراعي يقول ايه؟ طب ما والله جمهور نادي الزمالك بيحاول يشجعنا، فانا نعمل كده. والله هو ما اعلان ولا مدفوع ولا واخد فيه فلوس، بس انا بحب نادي الزمالك. فاللي يقف في نادي الزمالك نشتريه بعينينا. راعي نادي الزمالك ده سلوجان انا هعمله، راعي نادي الزمالك نشتريه بعينينا. فانت حتى وانت بتنزل بوست وانت حط سلوجان اونيرو، نزل حط سلوجان روجينا، شجع الرعاه. يقول لك فعلا جمهور نادي الزمالك بيرفع من شأننا، وجمهور فعلا غير جمهور غير. الفكره دي محدش فكر فيها. بما ان انا راجل سيناريست وكرييتيف بفكر بره الصندوق، فهعمل الحوار ده ان شاء الله على طول. وبدايه من الفيديوهات الجايه هتلاقي شعار رعاة نادي الزمالك موجود عندي، مره هحط 7، مره هحط روجينا، هحط اونيرو، وهتلاقي العمليه دايره ان شاء الله معانا لغايه ما ربنا ان شاء الله يكرمنا. ومجلس الاداره ده عامل مجهودات مرعبه. انا عندي ناس اصحاب جوه النادي الزمالك، في حاجات يا جدعان انتوا ما تعرفوهاش. وانا بقول لكم اول مره والله لو اتغلبنا الماتش الجاي من الاهلي والله ما هزعل، لان الناس دي اتدعكت، الناس دي 3 شهور اتدعكت، الناس دي 3 شهور صرفه 500 مليون جنيه، وما كانش فيه فلوس اصلا في النادي والدنيا كانت خربانه. فاحنا بس عايزين ننظف نادي الزمالك من الشوائب بتاعت الكباتن القديمه بتاعت امن. عايزين نلغي كلمه امن من حياتنا. احنا عايزين نبقى جايبين جون نجيب الثاني، نجيب 2 نجيب الثالث، نجيب 3 نجيب الرابع، ما نخافش. الاهلي اقول لكم على حاجه بقى، الاهلي في بطولات افريقيا ما بيامنش. لما بيامنش بيروح لسان داونز يترقع 5 ويجي وفي الاخر ياخد البطوله. عارفين المره الوحيده اللي امن فيها قدام سان داونز راح اتغلب 1-0 بالعافيه وما خدش البطوله. عارفين ليه؟ لانه فقد هويته. قال لك انا مش هلعب بهويه النادي الاهلي، انا هلعب بهويه حرس الحدود في بريتوريا. فاما مغلوب 1-0 ف سان داونز لما جه هنا قال لك هو فريق كده خايف مني، واتعادل معاه هنا في مصر وضيع وخرج مره البطوله. لما كان سان داونز بيكسب الاهلي 5 كان بيجي هنا مصر بيبقى خايف منه، خايف من الاهلي. ليه؟ لان الاهلي بيفرض شخصيته. في الماتش الوحيد اللي الاهلي ما فرضش شخصيته اترقع 1-0 بس خرج من البطوله. المرتين اللي الاهلي اترقع فيهم 5، مره خرج من البطوله ومره ثانيه خد البطوله اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت. فيا جدعان حافظوا على هويه نادي الزمالك. واي جبان يجي يقول لك امن وروقه ودونجا والنص وحط 3 في النص، ده بره النادي. وانا هسيبكم دلوقتي عشان انا تعبان قوي 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 وميت من التعب. بس اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، وبكره بقى ان شاء الله، بكره ان شاء الله هعمل لك بقى فيديو نتكلم فيه وندردش فيه على الماتش وعن
عن ابو موته اللي هيحكم الماتش، ونشكر برضك سياده المستشار تركي آل الشيخ اللي فعلا ريحنا وجاب حكم اجنبي، لان انا اول واحد طالبت بالكلام دوت. ما ينفعش تجيب حكم مصري وانت بتقول نفسي الاهلي يكسب. خلاص، يلا، سلام عليكم.